تنسى كأنك لم تكن، تنسى كمصرع طائر. لم يبق عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم. مددت نحوك كأسي، كيف ترفضها وأنت صفر وكل الكون في كاسي؟ من أنت؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. كل الأشياء تغدو باردة وباهتة بعدما يطأها الزمن. في قلب المأساة ثمة خطوط من البهجة. برنامج سطور يأتيكم كل اثنين الساعة 9 مساء عبر راديو 1FM. مساكم الله بالخير والعافية محبينا مستمعينا متابعي راديو 1FM على الموجة 99.9 وعلى صفحتنا على فيسبوك راديو 1FM. يتجدد اللقاء بكم في حلقة هذا اليوم من برنامج سطور. أقول مساء الحكايات التي لا تقال كاملة ومساء التفاصيل التي تعيش بيننا. أهلا بكم في برنامج سطور، حيث نقرأ ما وراء الكلمات ونحاول أن نفهم الحكايات كما لم تروى من قبل. أنا محمد طلال سأرافقكم من وراء الميكروفون، ومعي أيضا زميلي على الهندسة الإذاعية عبد الباسط فالح. نرافقكم كل يوم اثنين في الساعة 9 مساء، وتعاد الحلقة يوم الخميس في الساعة 10 مساء عبر أثير راديو 1FM. خليكم معنا، فالحكاية لم تبدأ بعد. كثير من الوجوه العابرة في حياتنا لا ترحل أو لا تغادر الذاكرة وتبقى، وإن رحلت تترك توقيعا في جدارها، وتبقى صورهم بارزة ومؤطرة بكثير من الحب ومن اللهفة. فكيف إذا كانوا بعدهم ينبضون بالحياة وبعدهم يرفدون بالجمال في عالم يضج بالقبح، في عالم يضج بالتفاهة، في عالم يضج بالإسفاف والغباء. لذلك أحاول دوما أن أنتقي ضيوف هذا البرنامج يكونون من الشخصيات التي تركت بصمة كبيرة في حياتنا وتركت رسالة من حسن حظهم أنهم استطاعوا أن يتلقوا إشعار تم التسليم بنجاح، وتم أيضا مشاهدة هذه الرسائل أو استقبالها برحابة صدر. في حلقة هذا اليوم معي ضيف من مصر الشقيقة من القاهرة، هو فنان من الصف الأول. طالما شاهدنا المسلسلات والأفلام والأعمال الجميلة التي قدمها لنا على طوال 5 عقود من العمل في المسرح والدراما والسينما والتلفزيون. لذلك أنا متحمس جدا
أنه أستقبل ضيف هذه الليلة في برنامج سطور. ما راح أقول من هو الضيف، بعد الفاصل سنستقبله سوية ونستمع إلى حكايته الممتلئة بكثير من الحكم والكثير من القناعة. على حسبي ودار قلبي يا ابويا راح اقول للزين سلامات 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 على حسبي ودار قلبي. إذن مستمعين مستمرين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج سطور، وكما هي العادة في كل حلقة نقص عليكم قصة إنسان له حضور كبير في القلب والذاكرة. ضيفنا اليوم وجه يعرفه جيلاني وأكثر، من ملامحه تشع الهيبة والدفء معا، ومن صوته نقرأ التاريخ الطويل للفن المصري. 5 عقود من التمثيل بين السينما والمسرح والتلفزيون، حمل خلالها وجوها لا تنسى في أعمال مثل رأفت الهجان وحديث الصباح والمساء وأبواب المدينة. الفنان المصري القدير صبري عبد المنعم، أهلا وسهلا بك عبر أثير راديو 1 FM، وسعداء جدا بتلبيتك دعوتي ضيفا عزيزا في برنامج سطور. يا أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا جزيلا ليك وللإذاعة المحترمة، وشكرا لوطننا العراق اللي يعني الحقيقة مش سايبنا في أي مناسبة من المناسبات الفنية، وبنتسمع أخباركم أول بأول، وطول عمرنا وإحنا مقتربين من بعض فنيا. يعني أنا فاكر في بداية حياتي جالنا السيد يوسف العاني والسيد إبراهيم جلال وقدموا مسرح طيب جدا جدا جدا. قعدنا نتبادل الزيارات فترات طويلة بيننا وبين حضراتهم. فده غير بقى يعني التقارب الفكري والوجداني والسياسي ما بيننا وما بين العراق، أصحاب الرافدين وأصحاب السومرية وأصحاب الحضارة الفرعونية. شكرا لك أستاذ صبري، وسعداء حقيقة جدا بك ضيفا عزيزا في برنامج سطور. أستاذ، راح نبدأ حوارنا في هذه الحلقة، متحمس حقيقة للحوار معك، وربما سأبدأ بسؤال بعد أكثر من نصف قرن من العطاء، ما الذي تغير في مفهومك للفن والتمثيل؟ والله يعني فدي مرحلة الهواية كانت مرحلة خصبة شديدة، كانت مرحلة تجميع ومرحلة استيعاب لشكل المجتمع ولشكل الفن عموما. احنا اشتغلنا في 3 حقبات سياسية مختلفة تبعاتها بالتالي حقبات فنية برضو متغيرة، وده نتيجة ان المجتمع شديد التأثر بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فكل فترة كان لها حلاوتها، وكل فترة كان لها زاوتها، وكل فترة كان فيها يعني الفن ما بيتغيرش، لكن الظروف هي اللي بتتغير. فبالتالي شكل الموضوعات الدرامية ده بيقع بقى على كاهل المؤلف. الموضوعات الدرامية اللي بتقدم حصل فيها نوع من أنواع الاختلاف إلى أن وصلنا إلى الصيغة الحالية، والحقيقة كل الصيغ قدرنا نتفاعل معها ونشتغل معها في ظل المتغير اللي كان بيحصل.
فمثلا من اول المشربيه لغايه ما وصلنا السنه اللي فاتت مثلا لبيت الرفاعي، شكل الدراما اتغير، وتعرفنا على فنانين كتير، وتعرفنا على ادباء كتير ساهموا في كل المراحل. والمرحله دي بقى يعني شديده الخصوبه، ان بقى في منصات لاستيعاب كل هذه الاعمال الفنيه، منصات كتيره جدا. احنا كنا بنتعامل معها، احنا كنا بنتعامل مع قناه او قناتين. دلوقتي الحكايه بقت اكبر واشمل واعم. يعني انا ممكن اصور العمل دلوقتي ويبقى المنصه بتاعته مثلا في بغداد، والمنصه بتاعته في عمان او في عمان. يعني الحكايه دلوقتي بقت اخطر، ان بقينا متشافين على مستوى اعلى بكثير، اذا كان على مستوى المعلبات. انما لو على المستوى اللي على الهواء، يعني انا بصور دلوقتي مثلا حاجه بنذاعها دلوقتي حالا في لندن، وزي ما حاصل دلوقتي مع حضرتك ومعايا، اذا كان ده حوار مرئي فكان هيبقى برضه على الهواء. فالتقنيه الحديثه كمان سهلت وصول الفنون وسهلت تقارب الشعوب فنيا اكتر من اي فتره فاتت. مش عارفين بكره هيبقى فيه ايه. هل يخيفك الغد استاذ صبري عبد المنعم؟ لا اللي انا متفائل ان انا كنت انزل عشان اجيب معلومه مثلا عن اينشتاين، انزل على حته طبعا كل العالم عارفها، يعني انزل على صوره الازبكيه وادور على كتاب او استنى لما يطلع من المكتبه. انما دلوقتي زي ما بنقول في العالم يعني حاليا اللي احنا موجودين فيه، كبسه زر ادوس على الخواجه جوجل والنبي عرفني بس على اينشتاين. فدلوقتي كبسه الزر دي كمان بقت ألعن في الجي بي تي بتاع اللي هو الذكاء الاصطناعي، اللي انا عايشوني في عصر الفراعنه يا ريس. لبس فرعوني اول امبارح. نعم. فمش عارفين الحكايه رايحه فين، مش عارفين، لا عارفين رايحه فين وجايه منين، بس كل ماده بتبوح باسرارها، زي حضاراتكم وحضاراتنا القديمه، ما هي بتبوح اسرارها في كل شويه تماما علينا لغايه اليوم. استاذ صبري عبد المنعم الفنان المصري الكبير، لو عدنا الى البدايات، ما المشهد او اللحظه التي شعرت فيها لاول مره انك ولدت ممثلا؟ الحكايه دي مرت بيا بمراحل. انا مولود ومتربي في حي شعبي نعم اسمه باب الشعريه. كنا محاطين بكميه من المساجد كثيره جدا جدا جدا، وكل مسجد يتبعه مولد. نعم. اي احتفال، اي طقس، اي ديثرامب قديم. نعم. وصل لحضرتك؟ نعم. وكان جنبي مدرسه بتقدم عروض مسرحيه كل اسبوع او كل 10 ايام في اجازه الصيف. كان في فنانين كبار موجودين لسه تلامذه. نعم. شفتهم وتعرفت عليهم جميعا، وبعدين لما كبرنا بقى فاكر ان انا العائله اللي كان بيتفرج عليهم. قربي من ميدان العتبه والمسرح القومي كان في ناس ممكن اروح اتفرج على العروض وببلاش عن طريق واحد صاحبنا ابوه كان شغال عامل في المسرح. نعم. دخلت المدرسه وابتديت اشتغل. المخزون ده ابتدى يطلع لما دخلت المدرسه الثانويه. نعم. على غير رغبتي تعلم الفن والتعلم الصناعي. بس دخلت المدرسه اول ما فوجئت بمبنى مسرح. دخلت مبنى المسرح، ما رحتش الفصل، دخلت مبنى المسرح. نعم. لقيت في حد الجيار ومحمد لقيت 4 من الفنانين كنا لسه تلامذه اياميها سخنين. وبعدين ابتدينا نشتغل. فاشتغلنا اول روايه حاجه اسمها كفاح شعب، كان واحد مرنا عليها، كان استاذ كبير اسمه محمد مسعد من خريج المعهد العالي للفنون المسرحيه. وانا اللحظه انا اداني دور ده بعمل الشيخ الشرقاوي ايام الحمله الفرنسيه. فساعه ما كنت بقفل الستاره في الفصل الاولاني، انا كل ده محوش قد ايه عشان اجي اقول مشهد وطني كامل. وفي نهايه الفصل بقى بقول ايه؟ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. نعم. بقول الجمله دي من هنا، والصاله صاله المدرسه مسرح كبير، تسقيف هادر، بقيت مش عارف اعمل ايه. نعم. فدي من اول اللحظات اللي مكنتني ان انا يعني مكنتني مفني. وده بعد يعني علمنا هو الاستاذ محمد مسعد نذاكر الدور ازاي. ده زائد ان كان في مكتبه في المدرسه بتحتوي على حاجات فنيه كتيره قوي خاصه بالفن وخاصه بالمسرح خاصه يعني. نعم.
هل هذه الأشياء ما زالت أستاذ صبري، عذرا على المقاطعة، هل اليوم الأجواء التي يعيشها الطلبة في المدارس شبيهة بالتي كنتم تعيشونها سابقا؟ هل هذه الأدوات متوفرة اليوم؟ ده هم فوق ده احنا كنا فوق في الادوات، هم اسعد حالا مننا واسعد حظا مننا. احنا المسرح كنا احنا اللي بنبني، وكنا كلنا بنشتغل. هم بيلاقوا كل حاجه دلوقتي جاهزه، وبعدين المسرح دوره ما بقاش زي الدور اللي كان بيلعبوا ايامينا. احنا الاول علشان يعني فنان وجدير بان حد يعترف بيك كان لازم تشتغل مسرح. انما حاليا المسرح دوره يعني ضعف شويه نتيجه زي ما احنا بنقول التقنيه التكنولوجيا الحديثه في الفنون اثرت على المسرح. يعني ما عدناش نشوف مواسم مسرحيه، لكن شكل الهوايه موجود وشكل حب الفن موجود، لكن الوسيله والتوجه والغايه هم يعني شويه كده اقل نسبه من ايامينا. أستاذ صبري عبد المنعم، مسلسل رأفت الهجان كان محطة فارقة في مسيرتك الفنية، كيف اليوم تتذكر أجواءه؟ رأفت الهجان ده من المسلسلات اللي عانشت حاجات كتير قوي 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 في الذاكرة الوطنية. لما ابتدينا نشتغل المسلسل أنا كان في إيدي دور تاني خالص غير اللي أنا بعمله، يعني بس بعيدا عن محمد رفيق. بعيدا عن محمد رفيق كنت عامل احد ضباط المخابرات الممتد في كل الاجزاء. وبعدين فجأة كده لقيت الاستاذ يحيى العالمي، بما اننا اصدقاء قدامى يعني من بيت السيد صلاح جاهين. اتعرفنا على حضرة الاستاذ يحيى العالمي وحبنا جدا، حب المجموعه بتاعتنا اللي كانت طالعه اياميها. فلقيته بيقول لي ايه، سيبك من الدور ده، انت تعمل دور تاني احسن. قلت له دور ايه؟ قال لي خد اقرا. قريت، جيت له تاني يوم قلت له لا طبعا، انا الاولاني ده ضابط مخابرات وممتد وله شغل جامد وحاجات كده. قال لي ده احسن من ده على المستوى الفني. اهدى بالله كده ومش عايزين ايه وجع قلب. قلت له حاضر يا استاذ. قريت تاني واستبطنت الموقف كويس. يومين 3 كده قلت له خلاص انا هعمل الدور ده، لان حسيت ان الدور ده ان ايه انه بتضيع تعرف الاشياء. الضابط المخابرات معروف ان انا المسلسل المخابراتي، ضابط المخابرات بيبقى دوره ودور مهم، لكن الدور الاجتماعي اللي في المسلسل ما كانش موجود الا من خلال شريفه والضابط محمد رفيق. فده كان جزئيه لوحدها انا حسيتها كده، يعني ايه، قال يعني لحظات تنوير جوايا، يعني ان البعد الاجتماعي ده هيبقى له وجود كما الوجود المخابراتي. وقد صدق حدس الاستاذ يحيى العالمي ان فعلا الدور ده مختلف تماما عن اللي انا كنت عملت ضابط مخابرات. وساب اثره طبعا في شكل مع الناس كرهتني جدا 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 جدا. وازاي هو يعمل كده اخت البطل؟ طب الناس هي عارفه البطل، انما انا مش عارف البطل تماما، ولا هي عارفه انه بطل. فاحنا كنا بنشتغل يعني دبل مينينج في نفس الوقت. أستاذ، فمن هنا جت من هذه اللحظة جاءتك ربما يعني اليقين بأنه ربما بعض الأدوار التي في ظاهرها مختلف، ربما هناك أدوار أكبر وأعمق وعلى المدى الطويل. وليست بالحجم، هي بالتأثير، ليست بالحجم ولكن بالتأثير والإجادة فيما بعد. وكان ملقى على جاهلي إن أنا في الحبة القليلين دول أعمل ما هو يعني أضخم من لو كنت عملت الضابط اللي في 3 أجزاء. نعم. أستاذ صبري عبد المنعم، حقيقة أريد أن أتوقف قليلا عند هذه الجزئية، جزئية المسلسلات وتصويرها. يعني كم كان يأخذ منكم وقت يعني تصوير جزء كامل من المسلسل؟ واليوم مقارنة بما ينتج اليوم، ربما الإنتاج مقتصر على شهر رمضان فقط، يعني الجميع يركض لأجل أن يصل إلى شهر رمضان وتعرض جميع المسلسلات دفعة واحدة، حتى المشاهد يضيع. هل أنت مع هذه الحالة التي يعيشها الفن اليوم؟
لا اقول لحضرتك، هو دلوقتي بقى لنا 2 3 يعني بنجهز لرمضان وبنحتشد لرمضان تماما يعني. لكن وجود المنصات زي ما بقول لحضرتك، وجود وسائل تعبير كثيره جدا دلوقتي غير احنا كنا من الحلقه الاولى القناه الاولى والقناه الثانيه بس تماما ما عندناش غيرهم دول. انما دلوقتي في عندك بقى ما يعني ما لا عدد له ولا حصر، وكله بيستهلك تماما، وكله بيستهلك الدراما سواء مصريه او غير سواء يعني مصريه او غير مصريه، كله بيستهلك. فدلوقتي الشغل شغال طول السنه، مفيش اجازات، ومفيش الاحتشاده بتاعت رمضان زي بتاعت زمان. لا انما الاحتشاد بقى موجود دلوقتي. فبقى بس بقى فهنا بقى اللي يختار بقى العمل رمضان ده بقى ده بيبقى يعني احتشاد تاني اخر بيبتدي مثلا من يناير يعني. احنا بتصور ما انتش عارف تعرض في رمضان او في غير رمضان، لكن في حاجات بتبقى مكتوبه بالفعل ان ده يبقى رمضان، بس مش نفس الاحتشاد بتاع زمان انك انت بتجهز لرمضان. ده بتقعد طول السنه تجهز لرمضان تماما، وبقيه السنه ما بتشتغلش كتير. انما دلوقتي مع تعدد القنوات اللي بتاخد الاعمال، يعني مش هقول الاستهلاكيه يعني عشان ما حدش يزعل بقى اكتر. فبالتالي الرقعه زادت، فبالتالي المؤلفين زادوا، فبالتالي كل الفنون التعبيريه عن الفن زادت كمان. دي كوره يعني بتوع الديكور زادوا، بتوع الازياء زادوا، الفنانين كمان كتير قوي زي يعني في فنانين كتير قوي مثلا ممكن ما تعرفش اساميهم، تلاقيهم ابطال في تمثيليات كتير قوي، والواحد بيبقى مش واخد باله من تعدد القنوات المذيعه. تماما. استاذ صبري عبد المنعم، الفنانون عاده يعني يتركون بصمه او ظل في الذاكره. ما هو الدور الذي تشعر أنه ظلك الحقيقي في كل ما قدمت من مسيرتك الفنية؟ والله في السنين الأخيرة قدمت حاجات كتيرة قوي، من أول المشربية نعم نهاية السنة اللي فاتت لما توقفت على ظروف الصحية شوية. نعم. اللي هو بعد القانون. كل شوية كان اللي أنا بعمله يعني سواء دور كبير أو دور صغير بيلاقي نفس الصدى اللي انا ابتديت بيه في المشربيه، مرورا بالهجان، مرورا بليالي الحلميه، مرورا بابواب المدينه، مرورا بكل الاعمال اللي انا عملت بقولها، سوق العصر، حديث الصباح والمساء. حديث الصباح والمساء، كل ده النبض بتاعه برضه مستمر معايا لغايه ما توقفت. جميل. ما اعرفش فرق حاجه بين حاجه، وبنتقابل بنفس الحماس، لان انا كمان من جوايا بتغير. نعم أستاذ، يعني هل هذا هو قناعة مطلقة من الممثل بالعمل الذي يقدمه، بحيث أنه كلما قدم عملا أحبه جدا، وعندما يأتيه عمل آخر أحبه جدا أيضا، فبالتالي يكون هناك ربما مسافة واحدة من جميع الأعمال التي قدمتها أستاذ صبري عبد المنعم؟ مسافة واحدة بمعنى الحب. الايه؟ الحب لهذه الشخصيات التي قدمت. لا الحب وايضا غير الحب التطور. نعم. انا كمان ابن الظروف، لان فن التمثيل يعني انا ساعه ابتديت غير ما دلوقتي. التطور بالطبع، التطور اللي بشوفه سواء في عالم زملائنا او في عالم الفن عموما. يعني كنا زمان بنحب مثلا يعني من بعد أنتوني كوين مثلا، وبعد بيتر أوتول، وبعد الجيل العظيم ده، نلاقي راح طالع لنا حد كده جامد جدا اسمه الباتشينو. تماما. يطلع لك حد تاني جامد اسمه ديكابريو، يطلع حد جامد تالت معرفش اسمه ايه، يطلع يعني طفرات عماله بتحصل على مستوى العالم. الدنيا ما بتقفش. العالم لو كان له صفه الثبات كان وقع من زمان. العالم متطور ومتغير، واحنا كمان نفس الحكايه بنفس الايقاع. استاذ صبري، بالتالي انا طعمي انا دلوقتي غير طعمي قبل كده. زين، هذه جزئيه حقيقه ايضا اريد ان اناقشك بها. هل اليوم تشعر انه فقدت السينما هذا الطعم الذي تتحدث عنه الان؟ ما بقول لحضرتك تغير شكل المجتمع اثر بشكل كبير على الدراما عموما يعني في العالم كله.
وتقلص بعض فنون. بقى عندنا احنا شويه كده الدنيا هديت شويه على المسرح، ما بقاش بنفس ان الناس طبعا يعني بتشتغل يا عيني طول النهار نتيجه ان الظرف يعني الناس بتشتغل طول النهار، فبيبقى التسليه بقى يعني اذا كان يوم الخميس والمسرح دلوقتي بقت تكاليفه باهظه. نعم. عشان يروح يتفرج على مسرحيه غير ما كان بيتفرج عليها قبل كده. فالمنتج التلفزيوني والمنتج السينمائي بيجي قدام عينه في التلفزيون، فخلاص فيبقى اللي له حظ وافر بقى من الفسح وترفيه عن الناس، يعني ان يروح اي حديقه او يتزور مع قرايبه. تماما. هل تعتقد أستاذ صبري أنه المسرح في طريقه نحو الزوال؟ لا، الزوال لا، ما يزولش، لكن دوره يتقلص شويه، انما الزوال لا. المسرح فن راسخ وموجود على طول. أستاذ صبري في بلاد ما فيهاش. نعم تفضل. يعني في بلاد ما فيهاش مثلا البث التلفزيوني اللي زي موجود عندنا، لسه انا ما لهاش الحكايه دي. نعم. وفي مثلا بعض البلاد في الريف عندنا برضه نفس الحكايه، محتاجين المسرح. عندنا احنا جهاز كبير قوي اسمه جهاز الثقافه الجماهيريه، يوصل لكل نقطه ولكل ركن لكل كفء لكل كفر في مصر. الثقافه الجماهيريه بتوعي الناس وبتفهمهم وبيعملوا مسرح كويس. نعم. وبيتعمل لهم مهرجان كل سنه كمان. إذن لكن مقارنة بالسابق يعني لا أقل شوي، أقل طبعا. نعم. أستاذ صبري، من بين مئات الأعمال التي شاركت بها، هل هناك عمل تتمنى لو أعيد إنتاجه لتقدمه برؤية أخرى اليوم؟ لا، ما افتكرش. يعني زاوية العمل بتبقى مرتبطة بظروف زي ما قلت لحضرتك، مربوطة نعم. بكل الظروف اللي الواحد بيعيشها في الوقت ده. محاولة إعادة صياغتها أو بنائها من جديد مش هتبقى بنفس البراءة الأولى. فن بريء. نعم. الفن فيه لحظات براءة، لحظات البراءة اللي في الفن دي ما بتعملش تاني، لن تعاد أكيد. أستاذ صبري، هناك جيل شاب يشاهد أعمالك القديمة اليوم على منصات البودكاست أو منصات البث. نعم. كما نسميها. ما هي الرسالة التي تود أن تصل إليهم من خلال فنك؟ هي بس كلمة شائعة أو كلمة عامة، لكن معناها الاجتهاد، عدم الاستهانة بالعمل، الحب. تحب اللي بتعمله علشان يحبك. هذه الرسالة. كثيرا أستاذ صبري كثيرا أستاذ صبري ما يقال أن الفنان يعيش أكثر من حياة في عمر واحد. هل اليوم كثرة الأدوار تترك أثرا بروح الممثل بعد انتهاء التصوير؟ هل تبقى بعض الشخصيات عالقة في روحه حتى بعد أن ينتهي العمل؟ ويجب أن نتخلص منها بسرعة، لأن ده ممكن يأثر عليه. أنا شفت ناس كتير تأثرت بأدوار وما عرفوش يخرجوا منها، والنتيجة خسرناهم. ما هي هذه الأدوار التي لم يستطيعوا أن يخرجوا منها؟ لا، ما أقدرش أقول أسماء كمان. ليست أسماء، أتحدث عن الدور الذي تقمصوه. يعني كان مش بالنسبة لي، أنا بتكلم على بالنسبة لي وغيري. لا، أنا كنت يعني بعيش قوي 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 قوي. نعم. وأعرف أخش قوي 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 وأعرف أخرج، لأن ده أهمية المسرح في حياتي. أنا كنت بشتغل مثلا ساعات. نعم. كنت بشتغل في مسرحيتين في وقت واحد. فكنت لازم أعرف. نعم. كنت لازم أعرف أفصل. ده في البدايات الأولى يعني. إذن هو الموضوع خطير ربما أستاذ صبري. خطير جدا جدا. شفت ناس برا مصر، شفت ناس، يعني شفت حد في اليونان كان كل ما يعمل دور يعيشه. ما كان يعمل دور خصوصا في الأدب اليوناني. نعم. إذا كان بيعمل مثلا أوديب يتحول إلى أوديب، إذا كان كده، إذا كان بيعمل كريون مثلا في أنتيجون ولا ويعني كل اليونانيات كان بيعيش. فبالتالي دخل مصحة، قعد حوالي سنة سنتين، وبعدين قالوا له ابعد مش هتنفع، وبعد فعلا. وهو عمل حاجة كده زي مسرح غنائي، بقى هو المدير بتاعه. وانت عارف يعني مطعم ومسرح غنائي اشكال الحاجات دي كلها، وبقى يديره فكأنه قاعد في المسرح برضه. أستاذ صبري، عذرا على المقاطعة، هل تعتقد أن الممثل الحقيقي برأيك يجب أن يجرب الألم ليستطيع أن يجسد هذا الألم أو هذه الشخصية؟
مش شرط مش لازم. انا لما بعمل شخصيه بجرد نفسي تماما براها وبلعبها من برايا انا. نعم. يعني مش انا اللي بعزفها، انا مش انا، انما الشخصيه مش انا بعزفها بس. فبالتالي تخلص الشخصيه بمجرد انتهاء العزف. جميل جميل جدا. هل الفن احيانا يعالج واحيانا يعري بالنسبه لك استاذ صبري عبد المنعم؟ وهل التمثيل كان نوع من العلاج ام المكاشفه؟ لا، انا يعني متوازن جدا جدا. نعم. اللي اقدر اقدمه، اللي ما اقدرش اقدمه. انا متوازن نفسيا جدا يعني الحمد لله. يعني ومتوازن كمان فكريا مع نفسي. متغيرات واللحظات ما جاتليش او ما غرقتش فيها، ما وصلتلهاش. طريقه التربيه وطريقه المعيشه بتاعتي. انا اسمي صبري، من اسمي عشت حياتي الصبر على ما حدث لي من متغيرات صحيه مثلا على طول عمري. اللي مش هيخلص النهارده يخلص بكره، اللي مش هيخلص بكره يخلص بعده. اذا ما خلصش عنه ما خلص ولا هو هيخلص. مش انا اللي هخلص. مش انا اللي هخلص. اذا يعني اليوم استاذ صبري انت اسم على مسمى في جزئيه الصبر، وربما في استيعابي للاشياء. انا كنت اصبر على العلاج الكيميائي مثلا في اليوم. نعم. 16 و17 ساعه وانا عارف انه في يوم هيخلص. انا عارف انه كنت تعالل النفس بالامال يعني. نعم. اللي هيخلص. عم صلاح جايين يقول لك حاسب من الاحزان وحاسب لها، حاسب على رقابيك من حبلها. راح تنتهي ولابد يوم راح تنتهي، مش انتهت احزان من قبلها. الله. أستاذ صبري، كل فنان يمر بلحظة باختبار إنساني قاسي. حضرتك مريت بمرض وأخذت العلاج الكيميائي لفترات طويلة ولساعات طويلة. كيف واجهت أنت تلك اللحظات بعيدا عن الأضواء وعن الكاميرا وعن السينما وعن المعجبين وكل هذه الضوضاء ربما التي تحيط بك؟ أنا مثلت الدور بتاع الفنان اللي جاله كانسر وبيتعالج واللي هيروق منه في آخر الفيلم بس. أوف. بهذه البساطة. ولا أكتر ولا قلوب أضحك. هل كنت تخشى أنه ربما يعني تضعف وتستجير ويخونك الصبر ويرحل عنك؟ فكرت في كده. فكرت ان يعني النهارده يعني جلسه 18 ساعه 16 ساعه، بكره هتبقى اقل شويه. كنت بضحك على طول. أستاذ صبري، هل مرت أمامك المشاهد التي جسدتها في حياتك الفنية وأنت بقمة الألم قمة الوجع، كأنك تشاهد فيلم لحياتك من جديد؟ بالعكس، أنا كان قدام التلفزيون ما كنتش بفتحه، كنت عايش مع نفسي مع جرانين. كانت لسه تقنية التليفونات ما بقاش فيها الحاجات اللي ممكن تسلي أو لما جابوا لي حتى الكمبيوتر بتاع الصغنن ده، لابتوب ولا بتاع، ما عرفتش اشتبك معاه. ما فهمتش فيه اي حاجه، ما عرفتش. فكنت عايش مع نفسي يعني. ما كنتش افتح التلفزيون كتير برضه، مش بعيد خالص. انما انا عايش كده في حاله مع نفسي، بس ما ضعفتش. بعد تجاوز هذه الازمه الصحيه الاخيره استاذ صبري عبد المنعم الفنان المصري الكبير، كيف تغيرت نظرتك للحياه؟ يعني الحياة مش دايما، لا الحزن دايم ولا الفرح دايم ولا أي حاجة دايما. احنا ولاد الظروف اللي تتغير بينا كل شوية والدنيا، وعلينا أن نواجهها. في ناس ما تعرفش تواجهها فبتخلص بدري. في بيقدر يواجه، وفي بيقدر يستمر، وفي ما بيقدرش يستمر. من أين تأتي بهذا الهدوء؟ حقيقة أحسدك كثيرا أستاذ صبري، لديك نوع من التوازن في هذه الحياة وتنظر إليها ببساطة جدا بهدوء كامل. من أين أتى؟ بص يا باشا،
ستي كانت بتقول مثل حلو قوي، نعم. تقول لك ايه؟ ان صبرتم اجرتم وامر الله نافذ، وان صبرتم كفرتم وامر الله نافذ. هذه هي الحقيقه. أستاذ صبري عبد المنعم، ما الذي أصبحت تقدره أكثر الآن، الشهرة أم الصحة؟ لا صعب قوي يعني الشهرة طبعا يعني فرحتني في حاجات كتير قوي قوي قوي، ان انا يعني نتيجة عملي قدمتني وخلت الناس يعني تلتف حواليا وتحبني ويبقى في درجة اعزاز بيني وبين الناس. الصحة مش ملك حد، في لحظة في همسة ما يبقى فيش صحة تماما، في همسة يبقى في قوة إرادة، مش ملكي، ما اقدرش اتحكم فيها، يعني في ايد اللي خلقها. لكن بداخلك ربما هناك إجابة حقيقة، وأنا أسعى للوصول لها. لو وضع أمامك الخيارين، عليك أن تختار واحدا فقط، هل ستختار الشهرة أم الصحة؟ من غير الصحة مش هقدر أعمل فن. إذن الصحة. من غير الصحة مش هقدر أعمل فن. وبس كده. اتفضل حضرتك. هل تشعر أن الفن بعد التجربة الأخيرة أصبح بالنسبة لك بحث عن الجمال أم بحث عن الطمأنينة والراحة؟ لا، هو يعني الفن خلاني موجود وخلاني ما ضعفش، وان زي ما كنت قوي وانا بعمل كده برضه وانا قوي، وانا دلوقتي في مراحل مش لطيفه برضه من القلب، جهاز تنظيم ضربات قلب ودعامات ومش عارف ايه وحاجات كده. بس برضه الفن الصخب بتاعه هيدي سنه معايا دلوقتي، لان القلب ده حاجه لذيذه خالص، يعني في لحظه يبقى ضاطي كده وفي لحظه يبقى ضاطي كده وبتاع، قلت شويه. لكن الحميه الفنيه يعني ما زالت موجوده، تتوقع جوايا موجوده، ما تزال لغايه الان. زال يعني ما بيجي لي ناس، يعني بنتي مثلا فنانه فبتجيب لي الادوار اللي بتعملها، بذاكرها معاها كأن انا لسه في المعهد، بنحضر كأني لسه بدرس. كنت في ادواري كلها. نعم. عندما تخلد إلى وحدتك أستاذ صبري عبد المنعم، بعيدا عن الكاميرات، الجمهور، المحبين، حتى العائلة، بماذا تحدث نفسك دائما؟ والحاجة وانا العيل اللي عنده 3-4 سنين بيتفرج على المسرح، وانا قاعد في الارض، او انا قاعد على كرسي، او مش عايزين يقعدوا لي على كرسي، ما كانش ليا كرسي ولا حاجه، اللي هو العيل اللي واقف بيتفرج على الطقس بتاع الموالد بتاعت اولياء الله الصالحين اللي حوالينا، واللي بيتفرج على المسرح، واللي عايش في الدنيا دي بس كده، بتفرج على المسارح والسينمات، واكل واشرب وانام وعايش الحلم، ومش عايز اسيب الواد ده من جوايا. هل تخشى أن يرحل هذا الولد ويبتعد عنك في يوم ما؟ لا، يبقى كلنا مع بعض مروحين، أنا والوالد. إلى هذه الدرجة هناك تعلق كبير. لما نروح. أستاذ صبري، اليوم في أعمالك التي تقدمها نوع من التأثير الكبير، بالرغم من أنه ربما حتى يعني الأدوار التي تقدم أدوار متوازنة. ما السر وراء هذه المحبة التي تخلق لدى المشاهد عندما يشاهد أدوارك التي تقدمها؟ يعني بعد 50 سنة خبرة في الشغل لازم أوصل للمرحلة دي، وإلا ما استفدتش من أي حاجة. نعم. التراكم الثقافي والتراكم، كل التراكمات الفنية دي هي اللي بتطلع دلوقتي. أستاذ صبري، هل تعتقد اليوم أنه في زمن ربما أصبح الجيل الجديد
يعني موجودا بقوة في الساحة الفنية ولديه حضور واضح جدا، وحتى كما ذكرت قبل لحظات هناك وجوه حتى أسماءها لا نستطيع حفظها من كثرتها. هل يزعجك هذا الموضوع؟ لا بالعكس، أنا فرحان جدا إن في ناس كتير قوي دلوقتي وبيفيدوا شرائح كتيرة جدا من المجتمع، وإن الرقعة اتسعت ما بقتش الرقعة قليلة، فبالتالي المستفيد الأكبر هو الجمهور. وعلينا إن إحنا يعني كان زمان بيتقال إيه التعبير الأساسي اللي أنا بحبه، يعني أن المسرح فراغ زماني ومكاني، فيجب أن نملأه بشيء من طبيعتي. وكذلك كل انواع البث دلوقتي انت بتبث في فراغ زماني وفي مكاني لناس قاعدين بيستوعبوك مهما قدمت لهم، حتى لو قدمت لهم عمل وحش هم بيستوعبوك وانت هم قاعدين على جنبهم، لان هو ده اللي موضوع دلوقتي. أستاذ صبري، في زمن اليوم أصبحت القيم تتبدل بسرعة، ما هو الشيء الذي ما زلت تؤمن به كما كنت قبل 50 سنة تقريبا أو أكثر؟ ما يصدر من القلب يصل للقلب. الصدق بس. هل ترى أن الألم يجعل الفنان أكثر صدقا أستاذ صبري؟ لا، أنا مش لازم أتألم عشان أبقى صدق. ما كنتش أنا أصلا موجود جوايا البذرة دي، ما فيش حاجة تقدر تزرعها. وأنا بشغل المرض لحساب حاجات تانية. لا، المرض ده يعني حاجة، وتعاملات الدنيوية دي حاجة تانية خالص. حين ينحسر الضوء وتغيب الشهرة، برأيك أستاذ صبري ما الذي يبقى للفنان الحقيقي؟ ما عمله، ما تركه. هل تشعر أن الفن أنصفك كما أنت أنصفت الفن؟ أنا أنصفت نفسي. الفن أنصفني، ما أنصفنيش، مش قضيتي. أنا أنصفت نفسي إن أنا عملت شيء جيد ما أرجعش منه طول عمري. فأنا اللي أنصفت، أنا مش الفن اللي هينصفني. أنا اللي أنصف نفسي وأنا اللي أبخس نفسي. هل هناك أدوار ترفضها لأنها لا تتناسب مع تاريخك الطويل الكبير؟ في حاجات كده جات لي برضه ما رضيتش أعملها، بس مش كتير. كل اللي بيجي لي كان يعني معقول. نعم. هل أستاذ صبري عندما تنظر إلى وجهك في المرآة اليوم، هل ترى الممثل الذي كان يحلم في بداياته أم الإنسان الذي تعلم من هذا الطريق الطويل؟ الاثنين. كثير ما يقولون أنه الفن يمكن أن يكون صلاة من نوع آخر. ما هو تعليقك حول هذه الجزئية؟ ما بحبش ألخبط الأدوار على بعضها. إنه هو النوع يعني الفن ممكن يبقى فيه في مراحله، يعني مش حد كتير بيقدر يوصل لها، يعني نوع من أنواع التبتل في الحياة بمعطيات أخرى مش واردة عندي. نعم. لو عاد بك الزمن إلى أول يوم وقفت فيه أمام الكاميرا، ماذا كنت ستقول لذلك الشاب الذي سعى طويلا من أجل الوصول إلى الحلم؟ أنا كنت شايف أن أنا أحقق، ومسألة تطور وقتي وخبراتي وزماني. نعم. حققت قد إيه ما حققتش قد إيه، بس المهم أن أنا فضلت ورا حلمي. كيف تتعامل اليوم أستاذ صبري مع الخوف من الغياب؟ أتحدث هنا ربما عن غياب الأضواء، غياب الأصدقاء، أو حتى غياب الجسد. غياب الأصدقاء، فقدت تقريبا كل أصدقائي، أغلبيتهم يعني 90% منهم مش موجودين دلوقتي، بس موجودين جوايا. مفقوداتي يعني أنا في وسط عائلتي، عائلتي كبيرة، يعني
انا واخواتي ومراتي واولادي والعالم ده. فانا قاعد مش وحيد، وبعدين قاعد قدام الشاشه اللي ممكن اتفرج عليها فيها يعني على اي حاجه انا عايزها دلوقتي من اعمالي او اعمال غيري. ما هو العمل الذي تتابعه دوما أستاذ صبري؟ في حاجات بتترجم جوايا كتير بشوفها وانا قاعد كده لوحدي مع نفسي، مش شرط على شاشه، بسترجعها واستوعب يعني استرجعها كده. وفي حاجات ممكن اقول للعيال اللي بعتوني كذا اشوف، مش كتير، ما بفصل يعني ان كل الاشياء دي جواك انا. ف يعني شخص كده مش بسيط خالص، بساطه شديده جدا جدا. انا قاعد شويه كده في الدنيا وماشي خلاص. انا يعني مهما قعدت مش هاخد مثلا 140 150 سنه يعني شويه وماشي، فمش منزعج من حاجه. نتمنى دوما لك العمر المديد الفنان المصري الكبير. يا رب الناس كلها ان شاء الله. نتمنى لك من القلب حقيقة العمر المديد. سؤال أخير وبعده يعني نختم لقاءنا لهذا اليوم. هل هناك عمل جديد ننتظره قريبا من الفنان المصري صبري عبد المنعم؟ والله أنا كان في إيدي عملين من أمانتي الفنية ما رضيتش أعملهم لأن ظروفي الصحية ما كانتش هتساعدني إن أنا أعملهم، بس اقترحت عليهم اقتراحات هم ما وصلت لهمش. نعم. ولما وصلت لهم رجعوا يكلموني تاني، فقلت لهم لا دي كانت لحظة، يعني أنا ما عدتش لحظة، أنا يعني ما برجعش في كلامي تاني يعني على تحت الطلب يعني. لا أنا قلت لكم الفكرة دي من الأول، انتوا ما استوعبتوهاش. فلما استوعبتوها وجبتوا حد ينفذها حصل لكم اللي حصل لكم، فانا مش مسؤول. انا خلاص مش عايز، انا نفذتها جوايا وانا كسبت منها نقطه جديده لنفسي. لو جالي دور زي ده هتعامل معاه ازاي؟ الفنان المصري الكبير صبري عبد المنعم، أشكرك جزيل الشكر لتلبيتك دعوتي ضيفا عزيزا في برنامج سطور عبر أثير راديو ون اف ام، ونتمنى دوما دوام الصحة والعافية لك بإذن الله. شكرا جزيلا للتواصل، وشكرا جزيلا للتواصل اللي جاي إن شاء الله. شكرا لك وتحياتنا للشعب العراقي المجيد، وتحياتنا لكل فرد في العراق، لان انا بفتح في كل حد بيتكلم معايا يا الشعب العراقي يعني معايا، عايش معايا. وكان ليا بنت خالتي اتزوجت من فنان تشكيلي عراقي كبير رحمه الله عليه، الفنان الكبير ناظم الجبوري، وبنت حضرتهم دلوقتي اسمها ذكرى في جريدة الجمهورية، صحفية كبيرة خالص أو بقت رئيس تحرير. فإحنا متصلين بالنسب كمان. تحياتنا لك ونتشرف بك أستاذ صبري. شكرا لك وتصبح على خير. تلاقي الخير كله إن شاء الله، حضرتك والعالم العربي كله. تحياتنا، مع السلامة. إذا مستمعينا، كان معي في حلقة هذا اليوم ضيف عزيز الفنان المصري الكبير صبري عبد المنعم. تجاذبنا أطراف الحديث في كثير من المواضيع التي تناقشنا فيها. نتمنى دوما أن تنال حلقة هذا اليوم إعجابكم، وأكيد سعدت جدا في